السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول قوجة. برحب فيكم من جديد وبرحب بكل المتابعين الجدد اللي انضموا للقناة. وفيديو اليوم هو القطايف السورية. القطايف هي عبارة عن طبق حلو معروف كتير بسوريا وخاصة في رمضان، ورح أعمل معه كمان قطايف عصافيري، وهي بناء على طلب الصديقة فاطمة من السعودية. خلوكم معي للأخير مشان تشوفوا كيف طريقة عمل عجينة القطايف، وياريت تلتزموا فيها مشان تدوقوا أطيب عجينة قطايف. وهلأ خلينا نروح مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. لتحضير عجينة القطايف رح نحتاج 3 كاسات طحين، وعنا كمان كاسة سميد ناعمة، أنا بستخدم هذا النوع موجود بالمحلات الألمانية كمان. وعنا 4 كاسات ونص مي، وظرف بيكنج باودر، رح نحتاج كمان 3 معالق كبار سكر، و3 معالق حليب بودرة كبار، وعنا رشة ملح، وربع معلقة كربونات الصوديوم، وآخر شي عنا معلقتين نشا. هلأ رح نبلش بتحضير عجينة القطايف. رح نجيب الخلاط، طبعا اللي ما عنده خلاط فيه كمان يساويها على ايده، بس انا بالخلاط بحسها بتندمج مع بعضها اكتر وبتطلع ناعمة. رح نحط اول شي المي، وبعدها بنضيف الطحين او الدقيق الابيض، رح نضيف السميد، والسكر، والنشا، والحليب البودرة، والملح والكربونات، واخر شي البيكنج باودر. انا طبعا مثل ما لكم شايفين تعبى عندي البريق تبع الخلاط، بس ما تخافوا هلا كله بنزله لتحت شوي شوي مثل ما لكم شايفين. هلا رح نشغل الخلاط، وبدنا كل دقيقتين نفتح الخلاط ونتأكد انه كل المواد دخلت وتمازجت مع بعضها، ونتأكد انه ما في عنا تكتلات، ونرجع كمان نخفقه مرة تانية لبين ما نحصل على قوام ناعم. هيك صار عنا خليط القطايف جاهز مثل ما لكم شايفين. بدنا نحصل على هالقوام هذا وما فيه اي تكتلات، خليط ناعم ومتمازج مع بعضه. رح نغطيه بورق حفظ الطعام
ورح نتركه تقريبا نص ساعة ليرتاح. اللي مستعجل فيه يشتغل فيه مباشرة، بس أنا بفضل إنه ريحه بين ربع ساعة ونص ساعة. بعد ما ريحنا العجين رح نبلش بخبز القطايف. رح نحتاج نجيب طواية أو مقلاة ونحطها على النار. بدنا تكون الحرارة تقريبا متوسطة أو تحت المتوسطة بشوي، وبنوزع كمية من العجين اللي سبق وحضرناه، وبنستنى عليه شوي لبين ما تظهر الفقاقيع، لبين ما العجين عندي يستوي تماما ما يعود فيه أي سوائل. من أسرار نجاح عجينة القطايف هي درجة حرارة النار. لازم ننتبه على درجة الحرارة، ما تكون عالية كتير مثل ما قلت لكم، وما تكون كمان واطية. وكمان العجينة نفسها لازم نلتزم بالمكونات عشان تطلع معنا العجينة ناجحة. أنا هيك تقريبا استوى عندي القرص. رح فرجيكم إياه من الوش الثاني. رح نعمل القرص تاني مع بعض. شايفين كيف الفقاقيع عم تظهر، وهي دليل انه عجينتنا ناجحة 100%. وهلأ بدنا نعمل كمان قطايف العصافيري، نفس العجينة ونفس الطريقة، بس القطايف العصافيري بيكون مقاسها أصغر، فبدنا نعمل القرص مقاسه أصغر. هاي صار عنا قرص قطايف العصافيري كمان جاهز. هي أعزائي المشاهدين عجينة القطايف اللي عملناها سوا، مثل ما لكم شايفين طرية وناجحة 100%، مستوية من الطرفين. الأقراص الكبيرة طلعت عندي تقريبا 15 قرص، والصغيرة طلعت 20 قرص. هلأ رح نبلش بعملية حشي القطايف بالقشطة. بالنسبة للقشطة رح تلاقوني حطيتلكن رابط القشطة بصندوق الوصف، فيكن تدخلوا على الرابط وتشوفوا طريقة عمل القشطة. بدنا ننتبه كتير انه ما نكتر القشطة بالقطايف مشان لما نسكرها تتسكر معنا، ولما نقليها ما تطلع القشطة من الأطراف وتفتح معنا العجين. هلأ بدنا كمان نحشي القطايف العصافيري. بالنسبة للقشطة نحطها على طرف ونسكر نص تسكيرة، يعني نسكر قرص القطايف بس من طرف واحد، رح يطلع معنا بهالشكل هاد.
هلأ رح نبلش بعملية قلي القطايف. رح نحتاج انه يكون الزيت درجة حرارته مرتفعة. بنستنى لبين ما الزيت يحمى تماما، وبعدها بننزل القطايف وحدة ورا التانية بشكل تدريجي، ما بننزلهم كلهم مع بعض بوقت واحد. وبدنا ننتبه انه نقلب القطايف كل شوي على الوشين عشان يحمروا معنا من كل الجهات. هيك استوت عندي القطايف وصاروا جاهزين لنغطهم بالقطر. بالنسبة للقطر لازم تكون درجة حرارته متوسطة أو دافئ، دفء عادي، يعني ما يكون درجة حرارته مرتفعة. والقطايف لازم يكون عنا سخنين، يعني منطلعهم من الزيت القلي ومنصفيهم ودغري منحطهم بالقطر عشان يتشربوا القطر منيح. بالنسبة للقطر رح اتركوا المقادير كمان بصندوق الوصف. وبالنسبة للتقطير، تقطير القطايف بيرجع كمان لذوق الشخص واختياره. في منهم بيحبوا يخلوهم فترة منيحة بالقطر مشان يتشربوا قطر منيح، مثل ما المحلات بيكترولهم كتير قطر عشان يحافظوا فترة منيحة ويضلوا أطول فترة ممكنة. بينما نحن بالبيت فينا نتحكم بكمية القطر، واللي ما بحب الحلو كتير أو القطر فيه يغطى غطة بسيطة ويطلع. هيك صاروا عنا القطايف السورية جاهزين أعزائي المشاهدين. هلا عم رش عليهم فستق الحلبي. مثل ما لكم شايفين العجينة كيف طلعت، والعجينة عن جد عم تقرش قرش. بتمنى انكم تجربوها لاني عجينة ناجحة 100%. وألف صحة وهنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. وبنهاية الحلقة بحب كمان أتشكر كل المتابعين اللي عم يدخلوا على فيديوهاتي وبيشاركوا وبحطوا تعليقات حلوة. واللي عنده وصفات حابب إنه يشوفها على قناتي يا ريت يكتب لي إياها بالتعليقات. أشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.